بقى انا يا سلمى تقعديني ساعتين بستنى وقال ايه؟ هجيب لك كيك مسقسق باللبن يرطب على قلبك في الحر ده يا ماما. طب تعالي بقى يا حبيبه ماما، بتمن قطعه واحده بس اعمل لك حفله كيك ومن غير ما استخدم ولا بيضه، وبرده بزيت وسكر التموين ده، غير فوم الكابتشينو اللي هغرقك بيه ايس كوفي طول الصيف. تابعوا الفيديو برواقه وفي اخره هحط لكم المقادير مكتوبه زي ما بتحبوا، ولو عجبتكم الطريقة عرفوها بقى في الكومنتات، أمها ساحرة ولا مش ساحرة؟ وعشان أعمل فوم الكابتشينو بأنجح طريقة هضرب كوباية إلا ربع قهوة سريعة الذوبان مع كوباية إلا ربع سكر، ونفس ذات الكوباية إلا ربع مية فترة، يعني لا ساقعة ولا سخنة. بعد كام دقيقة هيتكون عندي فوم شكل ده، وكل ما اضربه زيادة لونه هيفتحها أكتر وقوامه هيبقى كريمي أكتر وأكتر زي ما انتوا شايفين كده. هاخد كوبايتين من ناتج الضرب ده واحطهم في علبة وعلى الفريزر، ولازم الفريزر مش التلاجة، لان التلاجة هتخلي الفوم بعد فترة يهبط ويفصل. عايزة اقولك انك بمجرد ما هتحطي شوية صوص من اللي عملناه قبل كده من غير نقطة زيت ولا زبدة على جدار كوباية، وتنزلي فيهم بشوية تلج وعليهم شوية لبن ومعلقة من الفوم العظيم ده، هتعملي ايس كوفي ينافس افخر الكافيهات، ولا معلقة منه على شوية لبن سخن هتعملي كابتشينو غني ما دقتيهوش في حتة قبل كده، عشان هتحسي ان الفوم ده كريمة مش مجرد رغوة زي اللي بنشربها دي من بره. نرجع بقى لباقي الفوم اللي اتبقى. انا بعد ما خدت كوبايتين للمشروبات وحطيتهم في الفريزر، هيتبقى عندي كوبايتين تانيين، واحدة منهم هوظفها في الكريمة والتانية في الكيك. يلا بينا نعمل الكيك. هاتي بولة ونخلي فيها المكونات الجافة دي، كوبايتين وربع دقيق منخولين مع معلقة كبيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة بيكربونات الصودا اللي هي بتاعت الطعمية دي، ومعلقتين كبار كاكاو خام، ذرة ملح عشان نبرز النكهة، نص كوباية سكر، وقلب. ندخل بقى على المكونات السائلة، نص كوباية زيت من أي نوع مش هتفرق عشان احنا هنضيع طعمه بالقهوة اللذيذة بتاعتنا دلوقتي، معلقة كبيرة خل عشان ده محسن طبيعي لأي كيك. ودلوقتي هنزل بقى بكوباية فوم الكابتشينو بتاعتنا اللي كنا شايلينها على جنب. آخر حاجة خالص هنزل بكوباية ونص حليب سخن بيطلع دخان اهو زي ما انتوا شايفين، بس أنا بفضل دايما بعد ما يغلي أسيبه يهدى شوية عشان ما يبوظليش البيكنج باودر. رش الصينية بتاعتك اللي هتستخدميها بالزيت وانزلي فيها بخليط الكيك اللي يجنن بتاعنا. مش مهم مقاس الصينية ولا انت هتستخدمي صينية ولا 2، اكتر حاجة تهمني ان خليط الكيك ما يعديش نص الصينية لما تيجي تنزلي فيها، وده عشان ادي مجال للكريمة اللي هحطها في الاخر. دخلي الكيك بتاعك بقى على فرن سخن مسبقا وشغال تحت بس على درجة 180. بعد نص ساعة بالظبط هيبقى عندك كيك طري وهش مسام ضيقة وتجنن زي ده. هنا بقى ودي خطوة اختيارية، ممكن تعملي فتحات بستيك الشيش طاووق كده وتسقيه بشوية حليب ساقع مع معلقة كابتشينو، ده هيخليهولك عامل زي كيك التريليتشيا التركي أو القشطوطة كده. بس لو قررتي تسقيه لبن استني لما الكيك يبرد عشان ما يطرش منك قوي، ولو عايزة رأيي الكيك طري جدا ومش محتاج أصلا الخطوة دي. ويلا بينا نعمل الكريمة، ومقادير الكريمة دي هتكفي الصينيتين دول وهيتبقى نصهم بالظبط. شيليه في الفريزر عشان هنستخدمه لما نعمل الكيك ده تاني، هو اصلا انا واثقه ان من جمالها هتدخليها في روتينك اليومي. هاتي لي بقى كيس الكريمه الكبير اللي بيبقى 180 جرام ده، اضربيه مع نص لتر ميه متلجه لحد ما تاخدي القوام الكريمي ده، وبعد كده ضيفي كوبايه فوم الكابتشينو اللي شايلينها على جنب. امزجي المكونات دي كلها مع بعض لحد ما يتكون عندك كريمه كابتشينو ناعمه وغنيه بالشكل اللي يجنن ده. حطيها بقى في قمعة حلواني علشان يسهل عليك انك تحطيها بالتساوي على الوش من غير ما يعمل فراغات بالشكل اللي قدامك ده كده، وبعد كده ساوي شكلها بسباتولا مبلولة او بحاجة زي دي. احنا كده ولحد هنا تمام. الخطوات الإضافية دي بقى متروكة ليكي، أنا دلوقتي مجرد هديكي أفكار وانتي حرة تنفذيها أو لا. عملت شوكولاتة وحطيتها في قوالب السيليكون بالشكل ده، واللي ما شافش حلقة تصنيع الشوكولاتة هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. ورصيت بقى النص كورة دي فوق الكيك بالشكل ده، وبعدين عملت الشكل ده كمان بصوص الشوكولاتة، وكانت دي النتيجة. الفراغ بقى كان قاتلني ساعتها الحقيقة، فعبيت قوالب الشوكولاتة دي بكريمة الكابتشينو برضو واستخدمتها في تزيين الكيك.
مع صوص شوكولاته غامقه وبيضه عملت الاشكال دي بالستيك بتاعت الشيش طاووق. كام كريزه بقى كده في النص عشان نكسر اللون، وغير كده برضو الامر متروك ليكي. شوفوا لي بقى قطعه الكيك مسماها ضيقه وهشه وغنيه ازاي، ولا الكريمه وهي بتدوب دوب بس في نفس الوقت متماسكه مع شويه صوص شوكولاته ودولي. وفي النهايه خالص انا عايزه اقولك اوعي تلوثي سلام روحك بطاقه غضب او انتقام. خليكي فاكره ان الجنه واقصى عقاب للشخص اللي يأذيكي او حتى ما يقدرهاش هو طرده من الجنه دي. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمه جميله زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهائي.